حقق فريق البنك الأهلي فوزا غاليا أمام نظيره بيراميدز بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار المنافسة على بطولة الدوري المصري. ملخص وأهداف نتيجة مباراة بيراميدز والبنك الأهلي اليوم في الدوري المصري. جاء هدف البنك الأهلي عن طريق نجم محمد إبراهيم في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول بتسديدة رائعة بعد عرضية من زميله إسحاق يعقوب وسكنت شباك بيراميدز، وأضاف أسامة فصل الهدف الثاني لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 21 بعد تمريرة رائعة من زميله ياو النور، وقلص الفرق لفريق بيراميدز نجم إبراهيم عادل بهدف رائع في الدقيقة 48 من تسديدة قوية سكنت شباك البنك الأهلي، وأحرز التعادل للسماوي مروان حمدي في الدقيقة 74 لتكون النتيجة 2-2. وسجل الهدف الثالث للبنك الأهلي البديل أحمد مدبولي من تسديدة قوية في الدقيقة 82، وعزز ياو النور الهدف الرابع في الدقيقة 86 ليمنح فريقه 3 نقاط غالية. وبهذه النتيجة تراجع بيراميدز إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، فيما رفع البنك الأهلي رصيده ل 36 نقطة في المركز الرابع بعد خسارة المصري أمس من النادي الأهلي. أكيد بقى كل الأهلاوية هيحولوا فلوسهم للبنك الأهلي بعد خسارة بيراميدز أمس من البنك الأهلي. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.